السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. اليوم طبعا لدينا شباب مباراة الجزائر ضد السويد. طبعا كما تعلمون يوم الثلاثاء يعني خسر المنتخب الجزائري أمام المنتخب السويدي ب3-4. المنتخب السويدي سجل 4. فلذلك اليوم سوف نقوم بتجربة لعبة فوتبول ليجو 2025 يعني بالإضافة إلى إرجاع حق المنتخب الجزائري من منتخب السويد. طبعا لا تنسوا وضع زر اللايك والاشتراك. يعني اليوم عدنا إليكم من جديد طبعا بعد غياب مدة تصل إلى 8 أشهر. يعني مباراة ودية الجزائر ضد السويد. يعني ها هو ده فوتبول ليجو 2025 يعني لعبة رائعة أفضل من فوتبول ليجو 2024. هنا القوانين شباب. يعني يا شباب هذه اللعبة أول مرة أجربها معكم. الجزائر ضد السويد هاي مباراة ودية. يلا هذه تشكيلة المنتخب الجزائري بالإضافة إلى تشكيلة المنتخب السويدي. هذه تشكيلة الجزائر وهذه السويد. يلا سوف نلعب الآن. الكرة في عند بن ناصر، اسماعيل بن ناصر. يلا لاعب جيد واحد ضد واحد. المعلق هذه المرة أحسن من المعلق بتاع الخاص بفوتبول ليجو 2024. المعلق هذا أفضل. يبحث عن الخيارات. يعني معلق فوتبول ليجو 2024 تحسه يعني معلق صوته حقيقي، أما هذا صوته جيد يعني صوت واضح. فرصة داخل المنطقة. خرجت الكرة بعيدة. يا للأسف فقدوا الاستحواذ الآن. يعني في العداد خاصة برمي الكرة عند محمد. الآن عند بغداد بنجاح الكرة. يلا سجل، لازم أسجل، لازم أخذها لي السويدي. مر ربع الشوط وكلا الفريقين. يلا 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 سجل. عند السويدي الكرة. شباب يلا 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 يلا. كدت أن أسجل لقد طارت الكرة بعيدا. طبعا الكرة عند يوسف عطار. يلا عطار يلا عطار. سرق الكرة. يبحث عن الخيارات. الكرة عند ماندي. يلا يلا يا لا يا إلهي. مهارات قدم جميلة. طابة قرمة صحيح. انتظروا الشباب. يعني قلت قرمة صحيح معناتها أنت بطل يا صديقي. هذه كلمة باللهجة الجزائرية. يلا جول، هدف أسطوري شباب. طبعا احتفالية. شوفوا الهدف، هدف الفار. تنطلق الكرة. كمية الحماس عندي مش طبيعية والله يا شباب. كمية الحماس مش طبيعية أبدا. كاد أن يسجل على المنتخب الجزائري. با. راح هنا. يلا يبحث عن مسار تمرير. يلا يحتفظ بالكرة بشكل جيد. تصدي رائع. يلا بسرعة يا أخي، بسرعة.
لعبة ممتعة. للكرة. يلا يلا يلا. تسديدة مذهلة. اوه كنت انا اسجل. بو 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 يبحث عن بو. الخيارات. حسنا، هذا هو انتهى نهاية الشوط أول الاول شباب، 45 يعني دقيقة. بواحد مقابل صفر. الان خدعنا المنتخب السويدي، لكن في المباراة طبعا شباب هذا هو الشوط الاول، يعني كان خرافي، يعني اسطوري جدا. والله يا شباب كان اسطوري. بدأ الشوط الثاني. شباب كرة عند الناصر. مهارات قدم جميلة. يلا هيا بالناصر. اوه الكرة عند السويد. طبعا انا لا اعرف اسماءهم اللاعبين السويديين، كنت اعرف سوى زلاتان ابراهيموفيتش. تسديدة قوية. كان ذلك ليكون بداية رائعة للمباراة، لكن كان إضاعة اوه سيئة. بالماضي جمال بالماضي شباب، رحم الله ايام جمال بالماضي. اللاعب القصير كان من مدرب الخلف. اسطوري يعني. طردوه هكاكا. يبحث عن الخيارات. زعما لاعب جاب جيد لنا واحد ديكا ضد واحد. زوز النجمة الثانية وحالة وما نعرف شي. وسرقة. يلا يلا عيسى مندي يلا حركة يلا. جيدة للكرة وموقف اوه جيد هنا. جول شباب. طبعا جول اسطوري، هذا جول اسطوري، افضل منه لا يوجد هذا الجول. هو بابا 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 بابا. يا الله على الجول. اوه مرة أخرى. يلا يلا. اوه بابا 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 بابا. يمررها نحو الأمام. يلا الكرة عند عيسى مندي. يلا يلا لاعب جيد واحد ضد واحد. يلا. يلا شباب. اوه طبعا شباب خلي المعلق يتكلم، انا سوف ابقى ساكت. كرة جميلة في الداخل. كرة كت ان تخرج. يلا 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 يا شباب. تتمكن من التسلل خلف الدفاع. الكرة عند بغداد بونجاح. يلا يلا يلا. يحمل الكرة إلى الأمام. الله يرحم بولح. محاولة تمريرة بينية. كرة عند بن ناصر. يلا بن ناصر. تمريرة خاطفة. كرة عند طوبة. تم تمرير عند طوبة. تم عكس الخطر الآن. اوه يسدد لماذا لم تقل تسلل يا أخي؟ يجب تعطيه بطاقة حمراء. لماذا؟ لماذا كان عليك أن تعطيه بطاقة حمراء؟ لأنه قام بإسقاطه. يا لكم من لعبة هذه غشاشة. عفوا. تم الحكم غش علينا. الحكم قام بتخشيشهم. أظن أن الحكم سويدي شباب. خلينا نشوف تقنية. التبديلات تستعد. تبديل اللاعب. يدخلها إلى منطقة العمليات. كرة عند السويدي. تسديدة قوية. مليلتر كان سيحدث الفارق. خلينا نشوف الظهر. كاد أن يسجل علينا هدف. إنها عملية تم تبديل اللاعبين للمرة الثانية.
يلا الكرة سوف تذهب عند يبحثون عن الاحتفاظ بالكرة. لا يزال انتهت الوقت المباراة للحكم شباب طبعا. وهذا يكفي. المباراة 2-0 يعني، وبفضل الله رجعنا حق المنتخب الجزائري. آه، انتهت لو المباراة كانت اليوم. كانت لو مباراة كانت في الحقيقة رائعة. سواء كانت جيدة يعني، لو صارت الجزائر 4 والسويد 3 لو كانت أحسن. نتمنى أنكم استمتعتوا في المباراة يعني. إن شاء الله إذا استمتعتم بالفيديو، غدا إن شاء الله سوف أقوم بفيديو آخر، بنشر فيديو آخر يعني. أتمنى أن يكون إن شاء